السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. نبي بكم بانطباع الحلقة السابعة من انمي سولو ليفلينج، واللي عشان اكون معكم صريح قسمه الثاني افضل بكثير من قسمه الاول الذي كان بنائي او تكملة لاحداث سابقة. قبل ما نبدا يا جماعة بالانطباع هذا اتوقع انه بيكون انطباع اكثر من المعتاد، لكن ما علينا. قبل ما نبدا اتمنى منكم الاشتراك في الفترة الأخيرة قليل، فاتوقع انك تسمعني. بما انك تسمعني انزل الان اضغط لايك واشترك، اهم شيء تشترك في القناة وشوف المقطع. فنعم فنبدأ بالانطباع. أولي لوفي هايساسي خلينا نلخص القسم الاول، او تقريبا اول 12 13 14 دقيقه من الحلقه. في البدايه الرئيس او نائب الرئيس اللي قارب دائما انا اتيف قارب وصل تقرير اللي صار في المغاره الماضيه، حيث نما تقريبا 6 من الاشخاص ونجا 2، واحد منهم سون جينو. فاثار اهتمام هذا الامر لان سون جينو هو نفسه الناجي من الغاره اللي قبل. فمن الطبيعي ان الاعتقاد ان رئيس في المستقبل بيركز اكثر على سون جينو. في المقابل اكتشف سون جين ان في عنده مناعه من السموم، مناعة مثلا من اشياء نفس الكحول، فمهما شرب من كحول فبالتالي لن يؤثر هذا الامر عليه لان عنده مضاد للكحول، وهذا كان بسبب مكافآت المهام السرية اللي كانت في الغارة الاولى، غارة التماثيل. تقابل سون جين وو ايضا مع يو جين هو وعرض عليه انه يكون جزء من خطته، انه يؤدي معاه 19 مهمة عشان يصير بعدها او يصير قادر على انه يصير رئيس لنقابة، انه يسوي نقابة جديدة ويصير رئيس هذه النقابة. شروط انك تسوي نقابة تكون اصلا صياد، تكون عندك تقريبا 20 او 19 20 مهمة، لانه هو سوى مهمة فباقي 19 مهمة، حتى انه عرض عليه 30 مليار. لكن طبعا بطبيعة الحال فان سون رفض هذا الامر، ورغم انه قد يكون مفيد بالنسبة لسون جين انه يشارك ب 19 غارة، منه يسوي ليفل اب، وحتى بسبب السيستم نفسه يعني يقدر بعدين في المستقبل يصير واحد من رتبة او صياد من رتبة اس او حتى اقوى من اس حسب ما قال. فلا مشكلة التحالف مع اشخاص ما يعرفهم، ما يروح لحاله، ما يكون هو المسيطر على الوضع، فممكن يكون بالنسبة له مخاطرة. حتى 30 مليار في المستقبل ممكن اذا وصل لرتبة اس ما قلنا تكون تافهة بالنسبة له. فعموما مثل ما قلت خلاصة الامر ان سون جين رفض، وهذاك يوجين هو بطريقة من الطرق يعني حاول انه يهدد سون جين وقال انا ما بكتب سرك، ممكن ما اكون ساكت الى الابد، لكن في النهاية خاف من سون جين لما اعطاه تلك النظرة. انتقلنا بعدها الى اخ الصياد هوانغ الذي مات بسبب سون جين، اللي قتل سون جين، واللي هو كذلك اسمه هوانغ لكن اسمه اسم شيء ثاني مو حافظه، لكن عموما نقدر نقول له هوانغ. اولا من الواضح انه صياد مهم بسبب انه عنده سكجول، عنده جدول معين، عنده مهمات، عنده اجتماعات، وعنده امور كثيره حسب جدوله المزدحم. فيقول له اللي سكرتيرته ماذا سيحدث لو قتلت شخص من بلاد اخرى. فادري انه يقصد انه يبي يقتل سون جين وكذلك الصياد الثاني يوجين هو اللي كان معه، اثنين من ناجين من الحادثه اللي مات فيها اخوه، لكن ما ادري هل انه شكله اجنبي ما هو كوري على الاقل، او ما هو صياد كوري، لانه يريد قتل اشخاص يعتبرون كوريين فليسوا من بلد، يعتبرون من بلد اخر بالنسبه له، فقاعد يسال عن القوانين. عموما في النهايه لما يخلص الجدول الخاص به سيذهب خلفهم اثنينهم لاجل قتلهم. ننتقل الى القسم الثاني، قسم ما بعد التدريبات اللي تدربها التدريبات اليوميه. لاحظ ان الارقام قاعد تزيد الحد، يعني اذا كان لازم اسوي 10 من 10 او اني اركض 10 كيلو، لاحظ ان الارقام قاعد تزيد، يعني اقدر اسوي 11 كيلو، اقدر اسوي 12 كيلو، ليش الارقام قاعد تزيد عن حدها؟ عموما على الزيادات هذه اللي سواه هو اتلقى جائزه، والجائزة هذه كانت عبارة عن صندوق اما مباركة او اما ملعونة، واختار المباركة وتبين انها مفتاح. هذا المفتاح على طول لما تشوف الصورة اللي قدامك على طول بيكون ذهنك او عقلك او عينك على رتبة اس، مفتاح لدخول مغارة قلعة الشيطان، يمكنك استخدامه عند برج دايسونغ في قطاع سونغبا. والذي اخذ انتباه سون جين وو ما هو الرتبة اس، ان فيه شيء يعالج كل الامراض، وهذا الامر يسمى باكسير الحياة. لو تذكرون فانا مرض امه حدث بسبب البوابات، بسبب الطاقة المنبعثة من تلك البوابات السحرية. لا يوجد علاج طبيعي، علاج بشري او طب بشري عادي يمكنه علاجها، فهي داخلة في سبات الى الابد. فمن المفترض ان هذا الدواء او الاكسير اللي قادر على علاج اي شيء انه يعالجه، لذا لم يتردد ابدا حتى وان كانت تلك البوابة من رتبة اس، حتى وان كان هو بنفسه ما هو الان مساوي لرتبة اس او ما هو جاهز لرتبة اس، لكن خلف هدفه خلف احلامه علاج امه وكذلك دعم عائلته، فانا
على طول توجه بدون اي نقاش حتى. دخل الى حرفيا كذا مكان شياطين، مكان جحيمي، مكان مليء بالنار، وكانت خطته بالدخول لهكذا مكان ولمكان يعتبر ان معاه حجر انتقال اني اللي تحصل عليه في مهمات ماضيه. فالخطه تكون ان واجه شيء صعب للغايه فانا بيستعمل هذا الانتقال الاني على طول الحجر هذا وينتقل ويطلع من هذه البوابه، مما يوحي لك ان هذه البوابه قادر انك تطلعها او تطلع منها وتدخلها لانها بوابه استثنائيه، مش نفس البوابه العاديه اللي اذا بقت 7 ايام فلا الوحوش بيطلعوا منها، لان في النهايه هذه بوابه خاصه به وتفتح بمفتاح خاص به. عموما دخل او على طول لما دخل البوابه واجه وحش اللي هو الوحش المعروف الكاربيروس اتوقع اسمه، اللي هو وحش من او كلب من 3 رؤوس يسمى بكلب الجحيم حسب اسطورته المعروفه اللي دائما تستعمل في كل القصص. طبعا الحال ان هذا حارس البوابه هذا كاربيروس بيكون اقوى منه، مغطى او موجود باللون الاحمر، فبالتالي هو بالفعل اقوى منه، وهذا حرفيا ما كان واضح امامنا لان حرفيا ما في شيء اشتغل ضده، لا لقب جديد متحصل عليه من المهام الماضيه ولا ديباف او ازاله السم او غرز السم عفوا او اي شيء تحصل عليه في المهام الماضيه قاعد يشتغل على هذا الوحش. حرفيا الوحش يليق بحرف الاس. وبالمقابل تم جلد سون جين وو من هنا، تم قطع يده اتوقع، تم طعنه، تم الغرز اسنان الوحش هذا فيه، صار فيه البلاوي بكل بساطه تامه، تم جلده بكل بساطه تامه، والنقاط الحياه الخاصه به الاتش بي تنزل من هنا. الكاربيروس هذا يستعمل قدرات او تقنيات من عنده، جميع قدرات زادت 100% من هنا، وحرفيا انت كمشاهد خلاص ايقنت في بالك ان لا فرصه لسون جين وو امام هذا الشخص، امام هذا الوحش. وبما انك فكرت كذا فبالتالي الخطوه التاليه المنطقيه بالنسبه لسون جين وو ان يستعمل الحجر الانتقال الاني وخلاص يطلع من هذه البوابه، لكن طبعا الحجر هذا ضاع من عنده. فهنا اصبح عنده 3 خيارات، اما انه يموت وهذا خيار مستبعد بالنسبه له، اما انه يهزم هذا الوحش وهذا خيار صعب بالنسبه له جدا، والخيار الثالث انه يدور على هذا الحجر، وهذا الخيار اصعب من الخيار الماضي لانه لازم يهرب من هذا الوحش اولا ويدور على هذا الحجر في المكان الكبير هذا ايضا. حاول يماطل اكثر، نتذكر في متجر ويقدر يشتري منه جرعات شفاء، لكن جرعات شفاء ما تشفيك بشكل كامل، ممكن 100 فقط، 100 اتش بي او 100 نقاط حياه. كذلك استعمل الشراب السم لو تذكرون اللي تحصل عليه من كاسكا الافعى، وبما ان عنده مهاره ابعاد او ازاله السم من جسمه فبالتالي هذا شراب لهذا السم لن يؤثر فيه، بيعطيه بس الميزات والايجابيات من هذا الشراب. احدها ان الضرر الجسدي سيقل بنسبه 20%، لكن منطقيا هذا الامر لن يهم كثير لان في النهايه حتى الضرر البسيط من هذا الوحش هو ضرر كبير بالنسبه لسون جين وو. لكن مما ساعد سون جين وو ان مفعول التقنيات وتاثيرات الرعب الخاص بهذا الوحش بعد مرور 3 دقائق انتهت، ومع شرابه لسم كاسكا اعطى هذا الامر دفعه نفس ما قلت بالنسبه لسون جين وو، قدر انه يعطي بعض الهجمات وبعض الضربات بعض الطعنات، لكن في النهايه وصل الى تقريبا 179 من طاقه الحياه الخاصه به، وهو مطعون من قبل اسنان هذا الوحش وعلى خلاص على مشارف الموت. لكن كما يقال من المستحيل موت بطل بهذه العزيمه، وبالضبط كما حدث مع الافعى كاسكا طعنات العين المتواصله هي ما قضت تصدق او لا تصدق على الوحش الاسطوري هذا كاربيروس ثلاثي الرؤوس. وكالعاده بعد هزيمه اي البوس يجيه رفع من المستوى وكذلك اعاده الصحه. ما اريدك تخيله ان هذا اول بوس او اول وحش قابله في هذه البوابه اللي هي من رتباس، فبالتالي هذا الوحش اللي سوى فيه كله كذا وحش بسيط في البدايه كالذئاب اللي واجههم في البوابه الماضيه اللي فتحها بالمفتاح. عموما هزيمه لكيربيروس كذلك اعطى غرض واللي هو مفتاح الباب القلعه اللي هو من رتبه A، حيث يفتح له باب قلعه الشيطان ويمكن ظفر به عند قتل حارس البوابه كيربيروس فقط اللي هو هذا الوحش اللي قدامه. كذلك اعطوه شيء مجهول مليء بالعلامه الاستفهام، واعطوه كذلك غرض واللي هو اكسير الحياه، الاشياء المتطلبة منك لصناعة هذا الاكسير 3 اشياء، وكل هذه الاشياء يمكن ايجادها طبعا في قلعة الشيطان اللي هو ايجاد الاكسير الحياة اللي هو دواء خرافي يشفي جميع الامراض. والاشياء الظاهرة امامكم بالصور مش واضحة تماما، ممكن 2 شراب وواحد نفس الريشة ايا كان لا اعلم، لكن عموما هي هذه الاشياء اللي لازم يجيبها. لتنتهي الحلقة هذه على خلاص انه بيطلع من هذه البوابة وانه بيرجع في المستقبل القريب ليجل طبعا اكسير الحياة بعد ما يرفع شوي من مستواه، لانه اذا دخل الحين فبطبيعة الحال بيموت. السؤال كيف انه بيهرب؟ ما ادري، والحجر طايح او ممكن ضايع، ممكن بيدوره الله اعلم، لكن عموما هنا ينتهي او تنتهي هذه الحلقه. حلقه جيده وان شاء الله في قادم الحلقات يرجع الحماس بشكل اكبر في الحلقات القادمه. شكرا لكم على المتابعه يا جماعه، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. السلام عليكم.